انا عارف ان كلكم عارفين وكلكم عارف ان الموت حق، كلنا عارفين. انما جت وفاه مصطفى النهارده تذكرك ان انت وانت قاعد بقى تجري وعايز تبيع دي وتشتري دي وتتخانق مع ده وتلحق ده وتكمل ده وتشوف ده، ان انت فجاه بلا مقدمات تذهب الى النوم فيكون النوم النهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا بقدم واجب العزاء لاهل الفنان مصطفى درويش، يا رب يرحمه ويغفر له، اللهم امين. طبعا سيرة مصطفى درويش او الفنان مصطفى درويش الحمد لله سابقاه والناس كلها بتحبه، فنان جميل وانسان محترم. يا رب كده ان شاء الله يعني يصبر اهله ويرحم مصطفى. والواحد بجد هو مش عارف يقول ايه يا جماعة. طبعا عمرو أديب طالع مصدوم من موت مصطفى درويش، رغم ان هو بيقول ان مصطفى درويش كان فاتح مطعم وكان خير وكان بيأكل الغلابة في المطعم ببلاش وبيعمل خير كتير جدا، وكان فنان حلو ومتواصل مع الناس وفنان يعني سيرته سابقاه. جميل يا عمرو، زي الفل كلامك. طيب بتقول الناس عاملة حسابها للحظة الموت المفاجئ أو موت الغفلة؟ في حد عامل حسابه على الموت الغفلة يا عمرو او الموت المفاجئ زي ما انت بتقول؟ طيب انت يا عمرو يا اديب عملت حساب اللحظة دي؟ يعني انت دلوقتي طالع زعلان وقلقان وطبعا متوتر من الموت المفاجئ بتاع مصطفى درويش، هل انت يا عمرو اديب عملت يعني حساب للحظة دي؟ انت اكتر واحد كنت عارف ان مصر بتمر بأزمة عالمية، أزمة عالمية في كل حاجة، في السلع، في المنتجات، في الأسعار البترول، في أسعار الدولار، في حاجات كتيرة جدا. بس كنت بتطلع وبتستفز الشعب المصري بكلامك، يعني كنت تطلع تقول اربطوا الحزام، اربطوا الحزام جامد قوي. وانت ما ربطتش الحزام ليه يا عمرو؟ انت نفسك ما ربطتش الحزام معانا ليه؟ يعني كنت كل شوية طالع علينا في آخر الحلقة بوجبات وأكلات فظيعة وبتاكل بقى في الحلقة كل ما لذ وطاب. طيب الناس اللي بتتفرج عليك دي يا عمرو ما عملتش حسابها؟ الفقير اللي مش لاقي عضماية من اللي انت بترميها، من حتة اللحمة اللي انت بتاكلها أو ورك الفرخة اللي انت بتاكله، ما كانش الناس دي بتصعب عليك يا عمرو يا أديب؟ نربط الحزام ازاي يا عمرو واللي زيك مش حاسس بينا؟ يعني واحد زيك كده بسم الله ما شاء الله، يعني بيلبس احلى ماركات للساعات واحسن ماركات عربيات وبيطلع بياكل احسن وجبات طبعا بتتقدم في البرنامج. طب الفقير لما يشوفك كده هيربط الحزام ازاي يا عمرو؟ يعني جاوبني كده، هيربط الحزام ازاي وهو نفسه في كل اللي انت بتاكله؟ يعني حتى اقل حاجة يعني من اللي انت بتاكلها هو نفسه فيها. يعني هل انت بعد ما بتاكل بقى يعني كل وجبة من الوجبات دي، هل انت بقى بتجيب بقى كده علب حلوة وتلم فيها باقي الاكل ده وتوزعه على الفقراء يا عمرو، ولا بترمي في الزبالة في الاخر؟ طب انت بتقول الفنان مصطفى درويش كان عامل خير كتير جدا، عامل على الاقل المطعم وكان بيجي فيه ناس فقراء تاكل ببلاش، انت عملت ايه في البلد اللي انت عايش فيها دي؟ عملت لها ايه يا عمرو؟ انت لو طلعت كل فترة كده مليون من اللي انت بتاخده يا عمرو، ناس كتيرة قوي حالتها هتتغير بجد، انا بكلمك بجد والله يا عمرو. ممكن تبني جامع، ممكن تبني مستشفى يا عمرو بفلوسك دي، ممكن تعمل وجبات كده وتفرقها على الغلابة كل شهر، يعني تذبح لك عجلين ثلاثة من مرتبك يا عمرو. يعني انا بكلمك والله حاجات حقيقية، الحاجات دي هتنفعك انت في الاخر، يعني الحاجات دي هتنفعك في الاخر. طب الفلوس دي بسم الله ما شاء الله، يعني تاتش وود احنا بنمسك الخشب ان احنا يعني مش بنحسدك، يعني بس جزء بس من اللي انت بتعمله ده، يعني لو اتفرق على الناس الغلابة بجد الناس كلها يعني هيبقى حالها حلو جدا، حالها هيتغير للأحسن كمان. يعني عاوز الناس تتقي الله. طبعا في يوم هنرجع لربنا. طب انت يا عمرو مش ناوي ترجع معانا لربنا؟ يعني انت يا عمرو كده مش ناوي تقف جنب البلد دي بجد؟ يعني ما تطبلش كتير يا عمرو، ما تطبلش كتير وانت ما بتعملش اصلا خير في حياتك، ولا يمكن بتعمل في يعني في السر خير واحنا ما نعرفش، الله اعلم بقى بيك. يعني برضو مش عاوزين نظلمك يا عمرو يا اديب، بس يا ريت يعني تعمل حاجات تنفع الدولة. يعني يا ريت كده في البرنامج بتاعك ما تقعدش بقى تطلع تاكل كل ما لذ وطاب والناس تتفرج عليك والناس تتمنى انها بس كده تاكل وجبة واحدة من اللي انت بتاكلها. يعني لو عملت خير يا عمرو مش هيأثر معاك في حاجة، مش هيأثر في مرتبك حاجة. وبطل يا عمرو تطبل، عشان ناس كتيرة قوي بتنتقد عمرو أديب، بيقولوا ان عمرو أديب بيطبل جامد قوي، يعني غير عادي.
طبعا موت الفنان مصطفى درويش أثر فينا كلنا. فنان جميل وفنان محترم، وربنا يصبر أهله يا رب. إن شاء الله كده عاوزين يا جماعة يعني نعمل خير كتير، ويعني نقف كده مع نفسنا وقفة كده، لأن فعلا الموت المفاجئ ما بيخليش حد فجأة كده الواحد، وممكن هو بيتكلم نص كلمة كده ما يكملش التانية. فيا ريت يا جماعة كده يعني نصلح من نفسنا، حتى لو فينا عيوب احنا نصلح من نفسنا. يا ريت يا جماعة نغير من نفسنا، يعني حتى لو احنا يعني بنغلط في حاجة يعني نتأسف لنفسنا كده ونرجع عنها. لو احنا ناويين نعمل حاجة غلط نتأسف لنفسنا برضو بنرجع عنها. يعني نحاول على قد ما نقدر ما نعملش حاجة غلط، على قد ما نقدر كده نكون متسامحين مع نفسنا، على قد ما نقدر كده يعني نغير من نفسنا للأحسن. يعني كل الناس بتخطأ، يعني كل الناس بتخطأ بينها وبين نفسها، بس يا ريت نصلح الخطأ ده ومش نتمادى فيه. تعالوا بقى يا أصحابي نسمع عمرو أديب وهو بيتكلم نبذة مختصرة عن مصطفى درويش وحياة مصطفى درويش، الله يرحمه يا رب ويغفر ليه. تعالوا نسمع عمرو أديب بيقول إيه، ويا ريت تكتبوا بقى في التعليقات كلمة لعمرو أديب وتترحموا على الفنان الجميل مصطفى درويش، ربنا يرحمه يا رب ويغفر ليه وينور قبره. النهارده الناس الصبح نزل على دماغها خبر زي الصعقه، مفاجاه مؤلمه مرعبه، وانه ازاي يكون في حد انت ما تعرفوش شخصيا، يعني ما فيش بينك وبينه اي علاقه، انت تعرف الاسم، ويجي لك انقباض في قلبك وفي عقلك وتقعد في حاله دهشه غير طبيعيه. عن وفاه الفنان الجميل مصطفى درويش اتحدث. مصطفى فنان جميل 43 سنه، خد وضعه في الساحه الفنيه وتألق، ويعني كان لسه ليه مسلسل الاخير بتاع كامل العدد، وكان عامل دور جميل، شاب زينة الشباب، الكوميديا الجميله، التمثيل الحلو. فجأة جه مصطفى يفكرنا بحقيقة منذ بداية الخلق والخليقة، حقيقة أزلية أبدية، إن كلنا ممكن نضيع في ثانية. أنا عارف إن كلكم عارفين، وكلكم عارف إن الموت حق، كلنا عارفين. إنما جت وفاة مصطفى النهاردة تذكرك إن أنت وأنت قاعد بقى تجري وعايز تبيع دي وتشتري دي وتتخانق مع ده وتلحق ده وتكمل ده وتشوف ده، إن أنت فجأة بلا مقدمات تذهب إلى النوم، فيكون النوم النهائي، فيكون النوم المستمر، فيكون النوم الذي لا يقظة بعده. الناس كلها النهاردة قلبها اتعصر، مش مصدقين. على رأي عم صلاح جاهين، شايلين لي شيل شايليني شيل، لا دخلتها برجليا ولا كان لي ميل. النهارده الناس وهي بتشيعه حالة من عدم التصديق، وانا مش بتكلم بس على الوسط الفني، النهارده مصر كلها فيها حاله من الذهول، حاله من يعني انه ايه اللي بيجرى ده وازاي. طبعا ده امر الله ومحدش بيعترض عليه، انما الصدمه كانت قويه. وهو كان شاب جميل، ممثل عظيم، خير، كان عنده مطعم عامله يجي الناس الفقراء فيه ياكلوا مجانا وينبسطوا، وكان على طول فاتح جيبه وبيته لكل الفقراء ولكل المساكين، وكان قلبه حاسس. قال لهم في الاخر كده، قال لهم انا عندي ارق ما بنامش، فيا عيني نام ما قامش، نام ما قامش. ففجأة بصراحة زلزال له علاقة بالمشاعر، ويفكرنا ويهزنا كده ويفوقنا ويقول لنا اصحى وفوق، انت في ثانية غير موجود، غير موجود. هي شرارة كهربائية بتنطفئ وانت ما تبقاش في الحياة، ويبقى كل اللي باقي فعلا زي النهاردة سيرتك الطيبة، انه يقولوا الراجل ده كان بياكل ناس، الراجل ده كان خير، الراجل ده كان ممثل كويس، الراجل ده كان حلو مع الزملاء بتوعه، كان مؤدب، كان عظيم، كان جميل. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليه. وكلنا فعلا النهارده حسينا بكثير من الحزن وكثير من الالم والتساؤل، ان انت تتساءل دايما هو في ايه. وزي ما انتم شايفين المسلسل بتاعه اللي كان فيه، كان عامل رجل رياضي صحته كويسه، وكان دايما يدرب عياله على البوكس وبتاعه، وكان عامل دور جميل جدا. خلينا نتفرج. دخل مرحله التألق، ياخد حظه، وطبعا قبل كده كان في 100 وش، يعني كان في خلاص بيرتكز بقى على موهبته،
طبعا مع احترامي لكل التفسيرات العلميه اللي قال لك اصله دي قله النوم، اصل ده القصور في الشريان، مش عارف، مع احترامي لكل ده، انا في الموت الفجأة ده انا ما بعرفلوش يعني انا ما بعرفلوش سبب، يعني ما بشوف قدره، يعني خلاص انا بوصل بقى في يعني في ناس مثلا كان عنده مشكله في القلب، كان عنده كانسر، كان عنده كذا حاجات كده، انما في انواع من الموت انا ما بعرفلهاش. يعني شاب يبقى عنده 19 سنه 20 سنه ينام ما يصحاش، ما تقوليش بقى اصل هو ده ما كانش بينام ال8 ساعات، اصل ده كان ما بيلعبش الرياضه. انا اعرف بقى العكس، اللي عنده 90 سنه وما بيلعبش رياضه وبيشرب سجاير وبياكل دهون، يعني لو عايز بقى تخش في هذه المناطحه، انما في وفيات كده انا ببص لها ما بعرفش اشوف لها